السلام عليكم ورحمة الله. ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. سريعا سؤال في العيادة. ابني اتولد امبارح والجو برد جدا ودرجة الحرارة منخفضة، هنعمل ايه ونلبسه ايه ويقعد في الغرفة درجة حرارتها كام؟ سؤال سريعا. لازم الطفل في السن ده ما يقلش درجة حرارة الغرفة بأي حال من الأحوال عن 25، وعشان نحقق الرقم ده في ظل الجو الصعب اللي موجود اليومين دول لازم هيكون في دفاية أو تكييف، بس ما تبقاش مباشر على الطفل، تبقى في آخر الأوضة. والأفضل إن يكون في جهاز قياس للحرارة بسيط صغير موجود معانا في الغرفة نفسها في وسطها أو في الجنب أو قريب. ماليش دعوه برقم الحراره اللي موجود على جهاز التكييف او جهاز الدفايه، لان مش ده الرقم اللي بيتحقق جوه الغرفه. الحراره بتتوزع على المساحه. اللبس مش مهم كتير. اللبس مش مهم كتير. طب ليه مش مهم؟ احنا عندنا في الحضانه اصلا ما بنلبسش الاطفال اساسا لبس، بيبقى لابس بامبرز بس احنا محافظين على درجه حراره الحضانه ودرجه حراره الغرفه. فمهما لبستيه كتير وحطيتي لبس كتير عليه والغرفه برد، ده مش هيبقى لصالح الطفل. في الوقت ده مهم جدا جدا درجه الحراره تكون منتظمه جدا. في الوقت ده اللي بيتعامل معاه تكون ايديه مش ساقعه، ايديه دافيه. في الوقت ده اللي قاعدين معاه في الاوضه مفيش نفس كتير، بنجدد الهواء في الغرفه بتاعته يوميا ببساطه عشان ما يبقاش في كتمه او في استهلاك للاكسجين داخل الغرفه، بس ما نعملش برد برضه. يبقى احنا هنحافظ على الحراره من 25 اقصى حاجه 30، ما نعديش ال 30. اللبس يبقى لبس متوسط يرضع من مامته كويس جدا جدا جدا، ونقفل عليه كويس. اطيب تمنياتي لحضراتكم واطفالكم بالصحه والعافيه.